الناس بجد اصبحت وحشة جدا. الواحد منهم ممكن يدوس على اخوه. الكلمة بتفرق وبتغير. ممكن كلمة تساعد انسان انه يعدي اصعب مراحل حياته. بلاش تبخل بيها، ده اقل حاجة ممكن تقدمها لغيرك. القوة الحقيقية انك تساعد غيرك حتى لو ما طلبش المساعدة. هتكون انسان قوي لما ما تخليش غيرك يخزن نفسه. اعمل كل اللي تقدر عليه من غير ما تطلب او تستنى مقابل. انت فعلا اخدت مقابل، انك واقف على رجلك، حيطة بتصد وما بتخليش حد يقع. ولما انت تقرب تقع هتقف تاني على رجلك وتبقى اقوى علشان غيرك ما يقعش. بلاش تبقى سلبي وتقول انا مالي، هما من بيت عيلتي هيلاقي اللي يساعده، عشان اللي هيغير الكون. وتقف في مكان بعيد فرحان انك مش محتاج وتبص على الناس من فوق، لا، خد بايدهم، خليهم يبقوا معاك. خليك الحيطة اللي يتسند عليها حتى لو بكلمة، وساعتها مش هتقع مهما كانت الدنيا بتضرب فيك. المساعدة مش فكرة عمل خير او صدقة عن الصحة. المساعدة احتياج انساني وسلام نفس. انت اللي محتاج والله، مش غيرك اللي محتاج. امشي في الدنيا وانت سايب اثر جميل بين الناس، حتى اللي ما تعرفهمش، بضحكة حلوة، بنية صافية، بكلمة طيبة، بموقف تقدر تساعد بغيرك. وما تعملش ده وانت مستني مقابل. فكن محسنا حتى لو لم تلقى احسانا، فان الله يحب المحسنين. وحتى خلي الناس لو افتكرتك تفتكرك بالخير وبدعوة حلوة. والاهم من ده الحسنات اللي باذن الله ربنا يشيلها لك. ما تمشيش وانت مسبب اذى لحد يبقى بسببك عايش بيعافر علشان يتعافى منه ويفضل يدعي عليك وتبقى شايل ذنبه عمرك كله. خلي اثرك طيب. الناس بجد اصبحت وحشة جدا الا من رحم الله. كمية بخل وغل وحقد وخبث وانانية وطمع، يعلم ربنا الواحد بيجاهد نفسه قد ايه علشان يتعامل مع الناس باصله، مش اللي هم يستاهلوه. الواحد منهم ممكن يدوس على اخوه علشان ينجو بنفسه. راح زمن حب الخير للغير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. والله احنا في زمن لازم نساعد في بعض ونحب الخير لبعض ونمد ايدينا لبعض، علشان لو ما مديناش ايدينا النهارده لبعض بكره اكيد هنمدها على بعض. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اتعلم تفرح لغيرك، اتعلم تحب وتتمنى الخير للناس زي ما بتحبه لنفسك. ابعد عن الحسد والبغض والغيره، كبر قلبك لحب الناس. رزقنا عند ربنا مقسوم، كل انسان بياخد اللي ربنا كاتبه ليه. تعلم القناعة عشان لينا رب كريم رزاق بيعطي من غير حساب. بلاش تحب مصلحتك وبس، افرح لغيرك وان شاء الله ربنا يكرمك ويوسع رزقك. لو تقدر تساعد حد ما تتأخرش حتى لو بدون مقابل. فكر في غيرك وردة فعله وفرحته وازاي مساعدتك ليه ممكن تخلي حياته تتغير للأحسن، وتأكد ان انت كمان هتكون فرحان وسعيد. خليك فاكر ارضي غيرك ربنا يرضيك. الشطارة اللي بجد انك تعرف تسيب اثر، ان لما تيجي سيرتك الناس تدعي لك وتفتكرك بالخير، انك تساعد غيرك من غير ما تكون مستني مقابل، انك تحاول تسهلها على الناس وما تصعبهاش، انك تحس بالناس وتقدر ظروفهم، انك ما تبخلش على حد بمعلومة هو محتاجها. ما تخافش، محدش هياخد رزقك، بالعكس ده ربنا هيرضيك ومش هيسيبك ورزقك هيجي لحد عندك. ساعد تتساعد وحاول تدخل في دايرة الخير، وخليك فاكر مفيش عمل حتى لو صغير بيضيع عند ربنا. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اهدنا وارض عنا، وعلى طاعتك يا رب أعنا. اللهم اهدنا لما تحب وترضى.